وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة باتخاذ تدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق، والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية: أولا، فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجام مع قانون الهيئة العليا للنزاعات حل النزاعات الملكية العقارية والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عاجلا. اثنين، بشأن الأفراد الذين تم نقلهم إلى مناطق وأراضي معينة، وعلى الحكومة البث في أمرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية لضمان إمكانية إعادة توطينهم، أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة، أو إمكانية تسلمهم لأراضي جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، أو إمكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم إلى تلك المناطق. ثلاثة، بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من الوسائل. زين، أقرباء لا تؤجل جيم، أقرأ جيم، تؤجل التسوية النهائية، تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك إلى حين استكمال الإجراءات أعلى. يعني أبو النزاعات الملكية يخلص، أبو الحدود الإدارية رعاية تخلص، وبعد ذلك شنو؟ وإجراء إحصاء سكاني. تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازعة أعلى وبضمنها كركوك إلى حين استكمال الإجراءات أعلى وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء. هذا أو ما مداخلتي أنا مع القانون. قانون أقول ما يلي: هناك فرق بين الحدود الإدارية وبين المناطق المتنازعة عليها من الناحية القانونية. هناك حدود إدارية مختلف عليها مثل النخيل، سامراوات، الدجيل، هناك مناطق متنازعة، وهذا من الناحية الدستورية والقانونية يختلفان. والأمم المتحدة في ورقة الموجهة إلينا إلى لجنة التعديلات الدستورية ماذا تقول؟ لا بد من تحديد مصطلح المناطق المتنازع عليها، وعلى أي أساس هذه منطقة متنازعة وهذه غير منطقة متنازعة، على أي أساس، على أي ضابطة. هذا اثنين. ثانيا، تدقيق أعمال اللجنة. أنا كل ثقة بأعضاء اللجنة، ولكن أن تكون هناك لجنة خارجية تدقق أعمال اللجنة وأن تشرك فيه الأمم المتحدة كجهة محايدة. النقطة الأخرى أنا أحكي دستور. النقطة الأخرى في 31/12/2007 تنتهي السقف الزمني للمادة. بعد ذلك ماذا تحصل للجنة وماذا يحصل للمادة؟ هذا السؤال يجاوبون، أنا ما أجاوب، لا أقول تسقط لا أقول تبقى، هذا إشكال 31/12. آخر شيء تفضل السيد معالي الوزير، قال رئيس الوزراء كلفنا بالحدود الإدارية، وهذه مخالفة دستورية صريحة، لأن المادة 58 تقول هذه من اختصاصات رئيس الجمهورية ونائبيه لتحديد الحدود الإدارية المتنازعة وتحديد المناطق المتنازعة عليها. حتى لو تكلف رئيس الوزراء، فبالتالي لا يمكن لهذه اللجنة أن تنهض بهذا الأمر. وبالتالي أنا أؤمن بالشفافية وآلية التطبيق وتشكيل هكذا لجنة لم تنص المادة 58 ولا مادة 140 على تشكيل لجنة. فإذا كانت من صلاحية الحكومة لابد أن تكون متوازنة ولا بد أن تكون شفافية. وبالتالي أنا مع المادة بخارطة الطريق اللي عرضتها هنا، ولا واحد يزايد عليها. خارطة الطريق قلت هذا بالتسلسل تطبق. أما رئيس سياسي طرحت، أنا رئيس سياسي لتقليل كحل مشكلة كركوك. وشكرا.